لو بيقابلك العطل ده في الفريزر بتاعك او في التلاجة بتاعتك، طبعا دلوقتي الكهرباء بقت تقطع كتير وكمان الحر، تعالي وهقولك ازاي تظبطي الفريزر بتاعك وتظبطي درجة الحرارة، وكمان بيظهر لك علامة التعجب او الفريزر بيبدأ يجيب ارقام عندك كده. هقولك ازاي تظبطيه وكمان ده نتيجة ايه وازاي تتفادي الموضوع ده لو الفريزر عندك الحمد لله ما بيعطلش او ما بيجيبش علامة التعجب وما بيجيبكش الارقام دي لما النور بيقطع وبيرجع. تابعيني لاخر الفيديو وهنشوف مع بعض هنصلح العطل ده ازاي. في البداية كده نسمي الله. العطل ده بيجي في الفريزر نتيجة الحر. طبعا دلوقتي الجو حر جدا، معظم الفريزرات اللي فيها شاشة ديجيتال بتظهر لك علامة تعجب او بتجيب لك كذا رقم كده ورا بعض اللي هو الفريزر فيه ايرور، يعني فيه حاجة غلط. طبعا لو مفيش علامة التعجب بتبص تلاقي الفريزر فك لوحده، او تلاقي درجة التبريد بتاعته قلت. ففي كل الحالات دي هو نتيجة الحر، الجو حر جدا، يا اما الفريزر عندك المكان نفسه اللي هو موجود فيه حر، يا اما هو موجود جنب حيطة الشمس بتبقى ضاربة فيها، ده اللي عمل العطل ده فيه. فطبعا يا ريت يكون الفريزر في مكان طراوة، او على الاقل ما تبقاش الحيطه اللي وراه سخنه، يعني نحطه في مكان في وسط الشقه كده ما يبقاش الحيطه اللي وراه سخنه علشان نحافظ عليه وعلى عمره. دي اول حاجه. تاني حاجه العطل ده تعالوا معايا هقول لكم ازاي نتفاداه او ازاي نصلحه. عندنا طبعا في الفريزر او في الشاشه الديجيتال عموما في تحت 5 ايقونات تحت كده. اول ايقونه على الشمال ديت اللي هي بنشغل وبنطفي منها الفريزر، وفي الاخر خالص في علامه الجرس اللي هي عليها شرطه مايله دي. بنبدا نعمل ايه؟ بنحط صباعينا الاتنين عليهم مره واحده، هما الاتنين مع بعض، مش حاجه قبل حاجه، يعني بننزل عليهم هما الاتنين مع بعض بصباعين كده، ونفضل حوالي 3 ثواني بالظبط لحد ما بتيجي الشاشه قدامنا دي اللي فيها الشاشه الكامله، كل حاجه تخص الجهاز بتظهر فيها. وبعد كده نروح شايلين ايدينا، بيبدا بقى يعمل B5 B5 B3 كده كذا رقم ورا بعض لحد ما بيشتغل وبيجيب لك الرقم بتاع الشاشه. كده احنا ظبطناه بس ان احنا عملنا له زي اعاده ضبط او اعاده تشغيل تاني، يعني طفيناه وشغلناه تاني فبيتظبط معانا قوي. هاجي بقى دلوقتي اقول لكم ازاي بقى نظبط درجه الحراره بتاعه الفريزر. طبعا درجه الحراره اللي ظهرت لي دلوقتي اللي هي -3 ديت مش درجه حراره الفريزر، ولا ده الدرجه اللي هو كان مظبوط عليها قبل ما النور يقطع. طبعا النور قطع ورجع، فاول ما بيحصل العطل ده، والفريزر حصل له الموضوع ده من مده من ساعه ما كان موجود في مكان حر قوي. وطبعا ده كلام مهندس الصيانه هو اللي قال لي الموضوع ده، ان الفريزر من الحر حصل له الايرور ده. وطبعا كل ما النور يقطع ويجي بيحصل له الموضوع ده، يعني لو النور قطع وانا بره البيت وما ظبطتوش بعد ما النور ما رجع بيفضل فاصل طبعا وخلاص كده بيفك طبعا، ودي مشكله كبيره قوي. فهنا بقى انا بحاول اظبط الفريزر على درجه الحراره اللي المفروض هو يبقى عليها، وهي طبعا -18 او المظبوطه قوي ان هي نخليها 19 اللي هي وسط. هنا عملت ايه؟ عملت اعاده ضبط لدرجه الحراره. حرف السي ده اللي هي الايقونه بتاعت السي دي بفضل ضغط عليها بصباعي كده حوالي ثانيتين، اللي هو انا بعمل لها زي اعاده تشغيل ليها، فبيجي لي الارقام المظبوطه بتاعه الشاشه. هي المفروض يبقى على -18 دي درجه الحراره المثلى، طبعا انا بخليها على -19 علشان هو ما قعدش فاصل كتير، يعني مجرد ما درجه الحراره الكهرباء رجعت انا شغلته على طول. فشغلته، هو درجه الحراره المثلى بتاعته -19. اتمنى اكون افدتكم، وكل اللي بيواجه المشكله دي يقدر يحلها بسرعه علشان يحافظ على الفريزر بتاعه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك تحته، والسلام عليكم.